السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم شهيوات منزلية. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوة دوازتاي العيد. الصراحة كتجي غزالة، شي حاجة زوينة وشي حاجة من الزمن الجميل، كتجي فنة هاد الحلوة هادي. نتمنى انكم تجربوها وغادي تعرفوني علاش كنهضر. بالنسبه لهاد الحلوه هذه المقادير ديالها جد 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 بسيطه، وصراحه سهله في طريقه التحضير ديالها وفي المقادير. عندي هنايا واحد القصريه درت فيها جوج حبات ديال البيض وقبيصه د الملح، وغادي نضيف جوج كؤوس ديال سكر سنيده يكونوا ما عامرينش مزيان. وغادي نضيف جوج كؤوس ما عامرينش مزيان ديال الزيت. كما كتشوفوا دائما العبارات بالكاس ديال العنبه. هادو هما المقادير اللي فيها، وجوج خمارات والدقيق بطبيعه الحال حسب الخليط. حلوة سهلة وبسيطة واقتصادية جدا وكتخرج لينا كمية كبيرة. كما كتشوفوا بعد ما وضعت كاع هاد المكونات هادو، غادي نبدا نخدمهم هكا بيدي. هاد المرحلة هذه مهمة. كما كتشوفوا ضروري انكم تخدموا هاد المكونات هادو مزيان مزيان حتى كيتخلط الزيت مع البيض ومع سكر سنيدة، كينسجموا مزيان وما كيبقاوش هكا الزيت مفروق عليهم، باش تجيكم الحلوه ديالكم ناجحه وما تجيكمش كتطلق هكا الزيت. العجينه فاش تجمعوها ما تجيكمش كتطلق الزيت. الا ما بغيتوش تخدموا هكا بيديكم، ديروها في مونينكس او خدموا بالميكسور حتى تخلط مزيان وعاد كملوا العجين ديالكم. كما كتشوفوا هنايا غادي نضيف جوج شصيات ديال الخماره من فئه 8 غرام، وغادي نخلط مزيان مزيان هاد الخماره مع هاد الخليط. دائما انا كنفضل الخماره نضيفها في هاد المرحله هذه باش كنضمن انها تكون توزعات ليا في الخليط كامل. كنتفادى انني نديرها صراحه مع الدقيق. المهم هذه وجهة النظر ديالي انا. نتمنى المهم ديروا اللي بغيتوا. انا صراحه انا كتعجبني هاد الطريقه بحال هكا، كنضمن بان داك الخماره راه كتوزع ليا في الخليط كامل. كما كتشوفوا هنايا صافي كنضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنجمع العجين. العجين خصها تكون رطبه وما تكونش كتلصق في اليدين. حاولوا انكم ما تقصحوش العجين ديالكم بزاف باش ما تجيكمش هكا فاش طيبوها تجيكم مشقه من الفوق. المهم كما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجين، كتكون رطبه وما كتلصقش في اليدين وكتكور لينا بكل سهوله. صافي غادي ندير كويرات بهذا الحجم هذا، ما يكونوش كبار بزاف وفي نفس الوقت ما يكونوش صغيورين. باش فاش نطيبوها تجينا هكا بحال شكل غريبه. نتوما غتشوفوا الشكل ديالها فاش غادي نطيبها. صافي غادي نستمر بحال هكا كما كتشوفوا كندير تقريبا كويرات في نفس القد وصافي. وغادي نصفهم بحال هكا في اللاطه اللي فرشت ليها ورق الفرن، يمكن لكم دهنوها غير بالزيت. صافي غادي نستمر بحال هكا نكور هاد العجين ديالي كامله ونحطها في اللاطه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صراحة هاد الحلوة هادي كتجي رائعة جدًا، نتمنى أنكم تجربوها. شي حاجة اللي ساهلة وبسيطة وبالزربة كتوجد، وأهم حاجة أنها اقتصادية جدًا. صافي غادي نستمر بحال هكا كما كتشوفوا حتى غنعمر اللاطة ديالي كاملة. بعد ما كملت الحلوة ديالي غادي ندخل لاطة للفران اللي شعلته من قبل، خليته حتى سخن. وغادي على نار متوسطة غادي ندخل اللاطة ديالي تكون العافية من تحت منها حتى تحمر من التحت، ونهبطها تاخذ واحد التحميره من الفوق حتى يولي اللون ديالها ذهبي ونخرجها. صافي هنايا في هذه الاثناء هذه غادي نوجدوا تزيين ديال هذه الحلوه هذه. عندي هنايا الكوك تقريبا واحد الرابعه ديال الكوك. وغادي نحتاج واحد الصوص اللي غنحتاج فيه نصف لتر ديال الحليب، وغنحتاج هذه ديال كاوبيل، هاد العلبه كاوبيل الصغيره. وغادي نحتاج 100 غرام ديال الشكلاط. خديت انا واحد الكسرونه غنفرغ فيها هاد نصف لتر ديال الحليب كامل، وغادي نفرغ فيها هاد كاوبيل هاد العلبه ديال الكاوبيل كامله حتى هي في هاد نصف لتر ديال الحليب. وغادي نضيف عليهم هاد 100 غرام ديال الشكلاط، نحركهم مزيان ونوضعهم فوق النار حتى كتولي لنا واحد الصوص اللي هي خاسره. هانتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش. صافي كنبدا نحرك بحال هكا دائما مع التحريك باش ما كيلصقش لينا داك الكاوبيل في القعر، وحتى كتبقى هكا كتغلي وكتولي لنا واحد الصوص اللي هي خاسره، هي اللي غادي نغطسوا فيها هاد الحليوه ديالنا كما كتشوفوا. بعد ما طابت كيجي الشكل ديالها بحال هكا، صراحه كتجي رائعه جدا، تاكلوها غير بحال هكا صراحه بنينه وزوينه. صافي غادي ناخذ هاد الصوص هادي وغادي نغطس في هاد الحلوه. دائما كنخدموا بهاد الصوص هادي كتكون سخونه، فاش كنحسوا بها انها بردات كنعاودوا نطفيوها وكنكملوا. صافي كنغطس كما كتشوفوا هاد الحليوات ديالي بحال هكا، وغادي نجبدهم كنخليهم حتى كيشربوا. هنا راه باقا سخونه، راه كنزرب عليهم شويه ومن بعد فاش كيبدا يبرد لينا هاد الخليط كنخليهم حتى كيشربوا. صافي كناخذ هنايا هكا بالفرشيطه وكنهز هكا بالوحده بالوحده وكنحطهم في الكوك.
صافي وغادي نفندهم كما كتشوفوا، غادي نفندهم في الكوك. الصراحه هاد الحلوه انا بعدا كتعجبني بزاف بزاف صراحه، زوينه وغزاله والمذاق ديالها كيجي رائع جدا. كتجي بحال الميراندينا تقريبا، المذاق ديال الميراندينا. المهم نتوما جربوها وديروا نفس المراحل وان شاء الله غادي تطلع لكم غزاله صراحه، كتجي واعره. انا بعدا كتعجبني وما كتخطانيش، دائما كنديرها. صافي كما كتشوفوا هنايا كنفند هاد الحليوه ديالي هكا في الكوك وصافي، وكنحطها هكا في شي بلاطو، وكنخليها حتى كتنشف واحد شويه، حيت راه كتكون رطبه فاش كنديروها هكا في هاد الصوص وهي سخونه كترطب بزاف. كنخليها حتى كتنشف واحد شويه وعاد غادي نجمعوها في بواطه. كما كتشوفوا هكا انا درتها هنايا في هاد الطبيصل هذا، ونخليها حتى تنشف. صافي وغادي نستمر بحال هكا كما قلت لكم. ودائما هاد الصوص هذا يكون سخون واحد شويه، فيتدفى واحد شويه باش الحلوه تشرب لينا الصوص وتجينا رطبه. صافي غادي نستمر بحال هكا، نحيد حبه بحبه ونديرها هكا في الكوك ونفندها ونستفها هكا في داك البلاطو ديالي ونخليها حتى تنشف. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ غادي نجمع هاد الحلوه ديالي ونديرها في بواطه محكمه الاغلاق. نفرق بيناتهم بهكا بلاستيكه او سلوفان، ونديرها في الثلاجه او في المجمد ضروري باش ما تصوفش لكم او تغمل لكم. ضروري هاد الحلوه هذه كدار في الثلاجه او في المجمد. وبصحة والراحة. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. بسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامة.